السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهاردة ان شاء الله هنقدم لكم السبانخ ومعاه رز بالشعرية وفرخة محمرة. يا رب الاكل يعجبكم. هنبتدي اول حاجة اللي احنا نعمل فرخة، ومعانا فرخة بنكون غسلينها كويس، بننقعها في مية وليمون او مية وخل وملح، وبنرجع نشطفها حلو. ومعانا فلفل اسود وورق لورا وحبهان. بنجيب حلة على النار ونحط فيها مية، واول ما المية بتغلي بننزل فيها اللورا والفلفل والحبهان، وبعد كده بنحط الفرخة ونسيبها لحد لما تستوي. قبل ما تستوي بشوية بنحط فيها الملح بتاعها، ونروح بقى نعمل السبانخ. معانا 2 كيلو من السبانخ، وبنجيبها وبننضفها كويس، واي ورقة فيها اي ورقة صفرا فيها بنشيلها، واي ورقة وحشة بنشيلها، والحتة اللي فوق ديت فيها بنشيلها عشان ما تكونش ناشفة في الاكل. ونغسلها كويس وبننقعها في 10 دقايق في مية وخل، ونرجع نشطفها كويس. ومعانا توم وطماطم وبصل وحزمة شبت وحزمة كزبرة، وطبعا برضو بنغسلهم بننقعهم وبنشطفهم كويس. طبعا انت بتعملي الكمية اللي انت عايزاها. وكده بنقطع السبانخ صغير، ومعانا معلقة من الرز. بنقطع برضو الخضرة والرز حسب الرغبة، يعني لو انت حابة تحطيه بتقدري اللي تحطيه. وبعد كده بقى بنجيب حلة نحط فيها معلقة من الزبدة، ونكون بقى قطعنا البصل معانا صغير ونحطه ونخليه ياخد لون كده اصفر شوية، وندق الثوم ونحطه على البصل. والطماطم اللي معانا نكون عصرناها، نبتدي بقى اللي احنا ننزل بيها ونحط عليها الملح والفلفل، ونسيبها لحد لما تتسبك. وبعد ما بتتسبك بقى بنحط كوبايتين كده من الشوربة. وبعد كده بننزل بقى بالسبانخ، هنحطها حبة حبة. طبعا الكمية اللي معانا بتكون كتيرة، فبنبتدي ننزل بيها كده وبنقلب، هي هتدبل على طول والكمية دي هتلاقيها قلت. فهنا كده بنحط بقى خلاص الرز حطيناه، نحط السبانخ ونحط الخضرة، بنحط كل الكمية اللي معانا. ولو لقيتيها محتاجة شوربة تاني ممكن تزودي كوباية. وتلاقي كمية السبانخ دي خلاص قلت، تغطيها بقى وتسيبيها هي هتستوي كده. خلاص هي بتكون جهزت معانا. بنروح بقى نعمل الرز اللي بالشعرية، ونجيب حلة بنحط فيها معلقة من الزبدة ومعلقة بالزيت، ونحط حبة شعرية ونفضل نقلب فيهم لحد لما الشعرية تتحمر كلها وتاخد لون واحد. وبعد ما تتحمر بنكون طبعا غسلين الرز ومصفيينه، بنحط الرز على الشعرية وبنقلب بقى كده تقلبتين، وننزل بقى بالشوربة او بالمية على الرز. المقدار المية قد مقدار الرز. وبعدين بقى بتحط الملح حسب الرغبة زي ما انت ما عايزة. كده بقى بتعليه على نار عالية، واول ما بيتشرب شوية من المية بتوطي عليه النار، وبكده تكون الرز خلاص اتعمل. نقدر بقى اللي احنا كده نغرفه. وكمان بقى كان معانا السبانخ خلاص، ده كان شكلها النهائي كده بتكون استوت. وكمان الرز اللي فيها بتلاقيه كده استوى وبقى طري، وتعرفي ان هي كده خلاص اللي هي استوت. ومن شكلها كده بتلاقيها خلاص بقى بتعرفيها ان هي كده خلاص بتبقى حلوة معانا. والفرخة طبعا حمرناها في الشواية وجهزت معانا. وديت كانت اكلتنا النهاردة، ويا رب تكون عجبتكم. ولو عجبتكم بقى اشتركوا معانا في القناة علشان يجيلكوا كل جديد بنعمله، ودعمونا باللايك. وبألف هنا وشفا عليكم.